مرحبا أحبائي وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. وصفة اليوم عبارة عن سناك أو حلا كتير طيبة وسهلة كتير، بيحبوها الأطفال والكبار. حابة لكم إذا كنتوا مو مشتركين بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة. المقادير: عندي لتر حليب، عندي 200 ملي كريمة، عندي ظرف فانيلا، 3/4 كأس شاي سكر، نفس الشيء رز قصير، وعندي زبادي للسكب. الرز غسلته أنا دور واحد، كبيت عليه مي وراح أحطه بالطنجرة. بهالمرحلة أنا ما شغلت الغاز. بعدين راح أضيف الحليب. طريقتي بالرز الحليب طريقة سهلة وراح تحبوها كتير. وراح أضيف الكريمة، راح أضيف كل المواد، وبعدين راح أشغل أنا الغاز. هون الغاز نار عالية، وراح أحرك كل شوي، راح أحرك مشان الرز ما تلصق بالطنجرة وما تحترق. ويفضل نحرك بملعقة خشبية. هون بلش الحليب يغلي، راح أتركه يغلي من 20 ل 25 دقيقة، وكل شوي راح أحرك الحليب. هون بعد 25 دقيقة شايفين الرز كيف بلش يطلع لفوق؟ هذا دليل إنه الرز بلش يطرح النشا ويستوي. هاي بعد 25 دقيقة. هون النار بهالمرحلة بعد ما بلش الحليب يغلي وطيت النار. بعدين راح أضيف السكر. راح أكتب لكم المقادير إن شاء الله بصندوق الوصف. 3/4 كأس شاي سكر، وراح أضيف ظرف فانيلا، وراح أرجع أغليه 10 دقائق بعد السكر. شايفين كيف الحليب بلش يسمك؟ هون بعد 10 دقائق طفيت أنا الغاز، وراح أخليها 5 دقائق، وبعدين راح أسكب. هاي المرحلة ممكن إذا شفتوا لساتها ما سمكت ممكن ترجعوا تغلوها 5 دقائق تانية، بس أنا بالنسبة إلي السماكة كتير ممتازة. راح أسكبها بزبادي. حبيت نزلكم طريقتي برز الحليب وبمواد اقتصادية وبدون نشا. وإذا كنتوا ببلد الحليب دسم ما في داعي حتى للكريمة، وكتير مغذية للأطفال، خاصة الأطفال اللي ما بيحبوا يشربوا الحليب ممكن نستغلها بهالوصفة. وحبيت فرجيكم الطنجرة كيف أسفل الطنجرة ما احترق شي ولا علق عليها شي، وهذا بيدل على انه طريقتي برز الحليب مزبوطة. وهيك رح اتركهم شوي يبردوا، وبعدين رح ادخلهم البراد. وزينتهم، ممكن ربة البيت تزينهم على كيفها. طيبة دافية شوي مع رشة قرفة مع فستق، اي شي مكسرات. هون أنا بعد ساعتين بصراحة أنا ما بردوا كتير، وخلينا ندوقها مع بعض. كتير كريمية وطيبة. إذا تركتوها يوم كامل بالبراد راح تسمك أكتر. هاي بعد ساعتين تقريبا. بتمنى من كل قلبي تجربوها لأنها كتير طيبة. وبشوفكن إن شاء الله في فيديو قادم.